الحلقه بتاعت النهارده فيها جزء نفسي اكتر من ان هو جزء ساخر وخلاص. مستر هارون على المجنون نزل على الكوكب المشهور، يشوفوا بالتشفير متلون، تقول له اقول لك مردود، يمين ويمين نازل يترن دمي فخار وتشوفوا التاني كوميدي ساخر جاب من الاخر خلى القلب قلوب يا ساخر. في عالم من العلماء اسمه سنيكر مش سنيكر دوت سنة 1948 عمل تجربة حلوة جدا. جاب 10 حمامات وحطهم في قفص كبير. فضل مجوعهم لحد ما جاعوا وبدأوا يجوعوا، مش قادرين يعملوا أي حاجة، وفي الآخر فتح لهم باب صغير بدأ يحط لهم منه الأكل، رمى لهم الأكل وبعد كده هو قفل الباب تاني. فلقى إن سلوك الحمام بقى فيه حاجة غريبة. حمامة عاملة كده وحمامة عاملة كده وحمامة عمالة بتعمل شقلباظات وحمامة تانية عمالة بتصرخ، حمامة فاردة جناحاتها على الآخر وعمالة بتمشي بنفس المشية بتاعتها كده، لحد ما لقى هو ايه اللي بيحصل. التجربة بتاعت سنيكر ايوه مظبوط. بتاعت سنيكر اثبتت حاجة مهمة جدا لينا، كان الباب اتفتح. فكون ان الباب اتفتح وهو بيعمل الحركة دي عنده احساس تاني ان هو لو كرر نفس الحركة دي اكيد الباب هيتفتح تاني. ففضلت الحمامة اللي هي كانت عاملة كده عشان خاطر الباب اتفتح فضلت عاملة كده. ده مش كده وبس، النظرية اللي اهم من كده بكتير ان الحمام كان جعان، كان مش قادر، كان ميت من الجوع. فلما كان ميت من الجوع وكان تعبان بدأ يدور على الخرافات عشان خاطر تبدأ تكون ليه قشاية تنجده من اللي هو فيه. ده لو دورنا فيه على البني ادمين الجعانين بيزيد عندهم الدجل والشعوذة والكلام الفارغ اللي بيخش الدماغ بسرعة ليه؟ يعني يا ريت تبقوا تسألوا الحمام والحمام عنده الإجابة. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب للقناة وتتفرج على الفيديوهات القديمة. كل سنة وانتم طيبين. في سؤال هنعمله للحلقة وإن شاء الله بإذن الله اللي هيجاوب على السؤال ده هنحط اسمه هنا. السؤال الحلقة النهاردة متهيألي مش هيعرفه غير للناس اللي بتربي حمام. عايزك تذكر لي أنواع الحمام يعني اللي موجودة، أساميها عشان الأساميها دمها خفيف. عايز مثلا على الأقل 5 أنواع، كفاية 5 أنواع. 5 أنواع متهيألي حاجة سهلة جدا. 5 أنواع هيتكتب اسمك هنا. يا ريت تقول لي 5 أنواع لأنواع الحمام وهنكتب اسمك هنا.